دكتور كينان، ما تطرحه أمر بالغ الأهمية حينما تقول وتبني فرضيتك أن الأمن الجزائري والمخابرات الجزائرية هي من أسهم بشكل كبير في صناعة هذا التنظيم. ما هي الأدلة التي تؤكد مثل هذه الفرضية؟ بالتأكيد. لقد بدأ الأمر في 2002 في تلك السنة، فإن الأمريكيين والجزائريين أي الاستخبارات البلدين كان يعمل مع نظيرتهم الجزائرية. خطط الطرفين لخلق الإرهاب في هذه المنطقة، فلم يكن وقت قبل ذلك هناك إرهاب، وذلك عائد إلى أن الأمريكيين يودون تبرير إطلاق جبهة جديدة في الحرب على الإرهاب، وليس فقط باتجاه هذه المنطقة وإنما بهدف شرعنة عمل الأمريكي في القرن الإفريقي والإرهاب. إذن الفكرة كانت قائمة على خلق بعض الإرهاب في هذه المنطقة، فقد حاولوا ذلك في 2002 واقترفوا خطأ في ذلك، وصارت الأمور بشكل لم يرتضوه، وبالتالي لم يقومون بالتركيز على ذلك، حيث تمثل الأمر في مهاجمة بعض السواح. في هذه المرحلة جلبوا عمر الصيفي أو ما يسمى بالبارا، وهو عامل للمخابرات وشخص كفء من أجل إدارة اختطاف 32 من السياح الأوروبيين. تلك العملية تم إدارتها من طرف المخابرات، والسبب وراءها هو أنا أعرف هذا لأني كنت أعمل خلال هذه الفترة وأعرف هؤلاء الأشخاص بشكل جيد، وكنت هناك على الأرض عندما حدثت هذه الأحداث، وتمكنت من الحديث إلى الحرس وإلى المختطفين وكذلك أعضاء من الاستخبارات. إذا كنت أعرف كافة جوانب القضية. بعد تلك الفترة في 2003 كان هناك انتشارا في الساحل. في 2004 أيضا عندما تمكن الأمريكيين من ملاحقة البارا من خلال معارك عديدة مرت بمالي والنيجر وتشاد، وتمكنت من العمل في هذه الأماكن، وكل هذه أحداث لم تحدث إنما كانت مختلقة، وقد تمكنت أن أتحدث المشاركين في هذه المنطقة. وعلي أقول أنني كنت أعمل بصفتي مختصا في الأنثروبولوجيا في هذه المنطقة. بعد ذلك لم يكن هناك عمل كبير حتى 2004. حكومة المنطقة وقتها ومن أجل الحصول للمساعدات من أمريكا والمال وكذلك المعدات العسكرية وغيرها، كل هذه الحكومات انخرطت في الحرب على الإرهاب في موريتانيا على وجه التحديد، حيث هناك مشكلة. ومحمد يتحدث عن مشاكل في تلك المنطقة، فإن نظام الطائع التي تم الإطاحة به منذ سنوات استخدم الحرب على الإرهاب من أجل وصف المعارضة المدنية بصفتها إرهابية، والأمر بشكل أقل في مالي والنيجر وفي الجزائر. كل هذه الدول خلال 2005 و2006 كل هذه الدول شكلت نوع من الاضطراب الداخلي ودعته نوع من الإرهاب، لكن لم يكن هناك إرهابا حقيقيا في هذه المناطق. في 2006 بدأ بناء ما أصفه أي بناء قامت به المخابرات لما يسمى بالقاعدة في الساحل. ليس القاعدة في المغرب وإنما القاعدة في الساحل أي المنطقة التي نتحدث عنها. هذه تم بناؤها في البداية من طرف عبد الحميد أبو زيد، هو الرجل الثاني بعد البارا الذي كان العامل الأول للاستخبارات. عبد الحميد تولى التنظيم في مالي على وجه الخصوص حيث يعمل هناك. إذن هنا لدينا الاستخبارات الجزائرية التي بدأت عملية الإنشاء هذه في 2007، واستمر الأمر في خلال 2008 خلال التجنيد، وبالأخص من موريتانيا، حيث أن هناك الكثير من الاضطراب وكثير من القمع للإسلاميين والمعتقدات الإسلامية التي قام بها النظام الموريتاني. إذن الكثير من التجنيد كان يأتي بشكل أساسي من موريتانيا بأعداد قليلة، لكنه كان من موريتانيا. هؤلاء تم تجنيدهم وهم كانوا يؤمنون تماما بأنهم ينضمون إلى القاعدة. ما لا يعرفونه هو أن قيادة التنظيمات مسيطرة بهذه الطريقة. إذن أبو عمار كان عميلا للمخابرات، ومختار بن مختار كان يعمل مع الاستخبارات الجزائرية.
وتحت قيادتهم الأشخاص الذين تحتهم قد لا يعرفون ذلك. إذا هذا وضع خطير، حيث أنه في الهرم هناك سيطرة، لكن التجنيد في القاعدة بالأخص في موريتانيا وبالأخص في مالي في شمال بالي وأيضا بمستوى أقل في النيجر، لم يكن هناك تجنيد كثير في الجزائر، فقد كانت في محل ثالث بعد موريتانيا ومالي.